كثير من الفتيات يرفضن خدمة الزوج وعمل البيت بحجة أنها ليست خذامة. هذه المقولة التي نشرها الفاشينيستات والإعلام الفاسق بين نساء المسلمين، وهؤلاء يريدون جعل المسلمات مثل الغربيات يتخذن عشاق ولا يفكرن في الزواج بحجة أن الزوجة خذامة في البيت. دعونا نرد على هذه الأصوات الشيطانية من ناحية إسلامية وفطرية وعقلية. أولاً، لا بد أن نعلم أن خدمة الزوج من الطاعة، وطاعة الزوج واجبة بما يرضي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ونفهم من هذين الحديثين أن طاعة الزوج من أهم العبادات التي تدخل النساء في رحمة الله وتدخلهن الجنة، فتكاليف المرأة قليلة من رحمة الله. وعندنا أيضا قصة السيدة فاطمة عندما اشتكت لرسول الله أبيها من عمل البيت، خاصة من الرحى، حتى تجعدت يداها من الطحن وتعبت، وطلبت خادمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها واعتذر إليها، وقال لها النبي: أدلك على ما هو أفضل من خادم. تسبحين الله عند النوم 33، وتحمدين الله عند النوم 33، وتكبرينه عند النوم 34، فهذا خير لك من خادم. فقالت فاطمة: فعملت بهذا فما وجدت تعبا بعد ذلك. وعندما قصة أسماء بنت أبي بكر تحكي فيها أسماء عن نفسها فتقول: تزوجني الزبير وكان له فرسه، فكنت أسوسه وأعلفه، وأدق لناضحه النوى وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلث فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر، فدعاني فقال: إخ إخ ليحملني خلفه، فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. قالت: فمضى. فلما أتيت أخبرت الزبير فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. نفهم من هذا أن خدمة الزوج من أعظم أعمال البر، وهو أهم واجب على الزوجة بعد التوحيد، وطاعة الله ورسوله، وطاعة الزوج بالمعروف من طاعة الله. فالزوج يعمل طول اليوم ويجتهد ليكرم زوجته ويجد ما ينفق عليها، وأولادهما وبعض الرجال يعمل في الحر والشمس وفي أقصى الظروف، فعقلا ألا يستحق أن تطيعه الزوجة وتطبخ وتنظف بيته. فالزوج كذلك يخدم زوجته ويعمل من أجلها لكي يحييها ملكة في بيتها معززة مكرمة. فالمرأة بفطرتها مخلوق ناعم، لا يصلح للاحتكاك بالرجال خارج البيت والأعمال الخشنة، إلا بعض الوظائف المناسبة لفطرتها الأنثوية. وهذا موضوع نتركه لمقطع آخر بإذن الله، وهذا المقطع له تكملة قريبة إن شاء الله. وشكرا على المتابعة الحسنة.